هو في حد أصلًا مبسوط في شغله؟ والّا المفروض علينا إن إحنا نصحى كل يوم ونخلّص اليوم وبعد كده نرجع تاني علشان نبدأ اليوم؟ الحقيقة إن فعلًا في ناس بتكون مبسوطة في شغلها، لكن الناس دي بتبقى حققت حاجتين مهمين جدًا لو أنا قدرت إن أنا أحققها، في الحالة دي أنا فعلًا هاكون مبسوط في شغلي وهاكون من القلة اللي موجودة في المجتمع وفي الحياة اللي بيكونوا فعلًا مبسوطين في الشغل. الحاجة الأولى إن هو بيتعامل مع الشغل بتاعه على أساس إن هو رحلة مش مجرد محطة بياخد منها مرتب آخر الشهر وخلاص. الرحلة دي باحاول إن أنا أتعلم منها مهارات، أطلع منها بخبرات جديدة، أتعرف منها على ناس ممكن يفيدوني كمان في المستقبل. فإن أنا أبص لرحلة الشغل بتاعي ورحلة الكارير بتاعي على أساس إن هو رحلة كبيرة، دي من الحاجات اللي تخلي الواحد صعب يزهق ودايما داخل اليوم وهو في نيته يا ترى هتعلم إيه النهارده أو هستفيد إزاي من اليوم بتاعي النهارده. النقطة التانية إن أنا أكون باعمل حاجة أنا باحبها ومناسبة لشخصيتي، وبمجرد إن أنا أعرف إيه الحاجات اللي أنا باحبها ومناسبة لأني career pathway، وإن أنا أكون عارف شخصيتي والستايل بتاعي وأكون باشتغل على حاجة مناسبة فعلًا ليّا مش مناسبة لتوقعات الناس، هو ده اللي بيساعد الواحد إن هو فعلًا يكون مستقر ومبسوط في اللي أنا باعمله. فالنقطتين دول هم اللي ممكن يخلوني في القلة اللي أنا باروح شغلي وأنا باحبه، وباروح شغلي وأنا عايز إن أنا أروح كل يوم ويا ترى هاستفيد منه إيه النهارده، وهو ده اللي بيجاوب عن سؤال هو في حد أصلًا مبسوط في شغله؟